المحل النشاط بتاعه عبارة عن كل المنتجات اللي هي سهلة التحضير. فتحت مشروع أحلامها وعملت أكلات جاهزة وسوبر ماركت كبير في كل حاجة ست البيت عايزاها، ده غير المجمدات اللي ست الكل هتجهزها في أقل من 10 دقايق وخصومات بتوصل لأكتر من 50%. مطبخ لومي لوما جهز المتابعين وجمهورها مفاجأة، ويا ترى إيه اللي حصل بحكاية مشروع أحلامها وإشمعنى اختارت فكرة الأكلات المجمدة والجاهزة وإزاي فكرتها بتساعد بيها ستات البيوت. كواليس كتير هتعرفوها معايا في الفيديو ده. بتعشق الأكلات والوصفات ولازم تعمل كل يوم اختراع تفرح بيه أولادها، وده غير اللانش بوكس لآخر العنقود واللي بتفتكس فيه وبتعمل له كل جديد والترند. مطبخ لومي لوما حضر مفاجأة كبيرة للمتابعين وفتحت مشروع أحلامها اللي نفسها تحققه بقالها سنين وسنين، وجه الوقت بعد ما قناة الطبخ بتاعتها حققت أكتر من 2 مليون متابع تفرح متابعينها وتعمل يوم حاجات جاهزة تساعد بيهم ست الكل في الأكلات والعزومات. لومي لوما ظهرت وهي طايرة من الفرح هنا خلاص مشروع عمرها اتفتح ونفسها تعمل منه فروع كبيرة بيبقى زي فتح الله ماركت كده، بس وهي متخصصة أكتر في الأكلات الجاهزة السريعة والمجمدات، يعني برجر بلدي متبل وجاهز وكفتة مشوية جاهزة على الفحم على طول وفراخ بالبهارات بتاعتها تتعمل في الفرن في أقل من ربع ساعة، ده غير الصوصات اللي موجودة بكل أنواعها وأشكالها، ده غير تشكيلة متنوعة ومختلفة من البهارات والتريكات اللي بتودي الأكل في حتة تانية. وجابت فرقة كبيرة رقص وزمر وفرقة استعراضية قدام السوبر ماركت وقلبت الدنيا مع عيلتها وأهلها وأولادها وجوزها، وكانت طايرة بالنجاح اللي بيكبر قدامها واحدة واحدة. لومي لوما سمته أؤمر فريش وشعاره اطلب كل حاجة من السوبر ماركت، وده بيرمز انك تقدر تشتري كل حاجة من مكان واحد مش محتاج تروح اكتر من مكان وتحتار. عملوا في اول اسبوع من افتتاح السوبر ماركت خصومات بتوصل لاكتر من 50%، يعني لو كيلو البرجر ب 300 جنيه هيبقى ب 150 جنيه، لو كيلو الفراخ الكريسبي ب 250 هيبقى ب 125. اظن مفيش احلى من كده عروض. لومي لوما قالت ان المشروع ده هيكون في سيدي بشر في اسكندرية، وكان عليه طوابير لانه اتعمل ليه برومو على السوشيال ميديا وعدى ملايين المشاهدات. اشترك في البرومو طه وتمني وعائلة روان وسلمى ابراهيم واخوهم صلاح، وكانت بتنادي جوه الميني باص اسمه أؤمر اللي هو السوبر ماركت، وده دليل ان الكل اول ما هيجي اسكندريه هيروح عليهم على طول. لومي قالت ان مشروعها من اول اسبوع حقق نجاح كبير، وكل اللي يعرفه وما يعرفهمش كان بيجي ويشتري من كتر ما العروض والخصومات حلوه، الكل عاوز يستفاد بيهم قبل ما يخلص. واللي ما تعرفوش عن لومي فهي ست ب 100 راجل بقالها اكتر من 8 سنين على السوشيال ميديا، من وهي صغيره بتحب تكون مكافحه ما بتحبش تقعد في البيت. في اول ولادتها لعيالها واللي كانت سبب كبير في قعدتها في البيت، خاصه وانها اتجوزت صغيره من وهي عندها 19 سنه وقعدت في بيت عيله، رغم كده ما استسلمتش واشتغلت من البيت مندوبه مبيعات عند شركه بلاستيكات شهيره جدا، وبعدها كانت ادمن في جروب فتكات من كتر طريقتها وخفه دمها اللي خلت متابعين كتير على الجروب ده، وناس تانية حبت اسلوبها وطريقتها على الرغم ان ما كانش بتظهر خالص. وبعدين اصحابها شجعوها تعمل قناه باسمها، فعلا عملت قناه عباره عن فلوجات وتحديات مع عيلتها واولادها وتحديات مع جوزها لحد ما حست نفسها في الطبخ، وفعلا فتحت قناه باسم مطبخ لومي لوما وحققت ملايين المشاهدات في وقت قصير جدا، ودي كانت الانطلاقه واللي شجعتها تحقق مشروع احلامها والظهر اللي لعب معاها وفتحت سوبر ماركت كبير في اسكندريه. يا ترى بقى اشتريتوا من السوبر ماركت بتاعها ولا لسه؟ وجربتوا الاكلات الجاهزه بتاعتها ولا لا؟ شاركوني برايكم في التعليقات.